مو وجبة واحدة باليوم، لا يعني باكل أكتر من وجبة، بس إنه مو أكتر من وجبتين. يعني مثلا في بشرب القهوة لبعد وقت طويل لحتى أفطر، وبعدين بصير مثلا باكل الوجبة الثانية بتصير هي كغدا وكعشاء. مو وجبة واحدة باليوم، لا يعني باكل أكتر من وجبة، بس إنه مو أكتر من وجبتين. يعني مثلا في بشرب القهوة لبعد وقت طويل لحتى أفطر، وبعدين بصير مثلا باكل الوجبة الثانية بتصير هي كغدا وكعشاء. عرفتوا كيف؟ بس أنا مو تبع إنه بفطر وبتغدى وبتعشى، لا، قليل لحتى إنه آكل 3 وجبات. أغلب الأيام باكل وجبتين اللي هي الفطور، وبعدين مثلا إنه شو طبخين من البيت، وأحيانا إذا ضليتني مثلا أو عندي شغلات عم بعملها بنسى حالي وبجوع كتير وباكل بس وجبة واحدة باليوم. علما هذا غلط على فكرة، لما نجوع حالنا كتير وناكل وجبة واحدة باليوم هذا مو منيح. المهم هلا خليني افرجيكم الطلبية اللي وصلتني، موصية على كم شغلة شتويات. شوفوا لي، لك هذا قطعة واحدة. جبت هذا فستان حبيته حسيته حلو، فطلع انه هو قطعة واحدة يعني مو قطعتين، يعني هاي ملزوقة فيه. عرفتوا كيف؟ هو موديله قطني لونه رمادي، كم طويل وياقة مدورة وعليه زراير من هون، زراير شوفوا بس من فوق، وبعدين بيجي فلو لتحت. الباب اجى لعنا الدليفري، عم يصرخوا من تحت ماما اجى لحم وشحم. هاي عصام شكله جايب لي لبن وجاب لي لحمه بدي اسوي له لأليكس شاكريه، والشاكريه ما بتطول يعني بسرعه بتخلص. فقال لي شو اجيب لك الاغراض؟ قلت له ايه جيب لي يلا، لانه تاخر الوقت فهو مشان هيك سالني قال لي اجيب لك، قلت له ايه جيب لي. هلا بسوي شاكريه ورز دغري بتستوي. ايه المهم شوفوا، وهي فينا نخليه هيك ونربطه بيطلع حلو يعني كيوت. عرفت كيف؟ هيك شكله، حسيته حيطلع حلو على اللبس ونوعيته حلو، بس ما كتير بمط يعني بتحسوا. شوفوا بتحسوه قماشته شوي قاسي، فبدي اجربه ان شاء الله ما يطلع صغير. طلع صغير ما رح يمشي الحال، لازم نبدله. وجبت هذا البوت، تذكروا اخر مره لما جبت بوت كثير حبيته بس حسيته طلع صغير على رجلي فبدلته وجبت غيره اكبر. شوفوا هذا كثير حلو لانه ما بنربطه ولا شيء بس بنلبسه، يعني هاي يعني بتحسون كموديل مو اكثر. وهو هذا حلو مثلا مثل هذا الفصل، هذا الموديل في منه ابيض بس انا ما حبيته لانه كثير بياض وناصع، فجبت من هاد صاير لونه شوي جاي على السكري، فجبته 36 فحسيته شوي ضيق لي رجلي فجبته هاد 37 يعني نمرة اكبر. وكمان فرجيكم هاي، هذا فستان كثير حلو ان شاء الله يطلع حلو كمان على اللبس. نوعيته صايرة شتوية بس مو انه بتضايق، لا بالعكس كثير حلوة، شكله بجنن، لونه كمان كثير حلو. شوفوا كيف موديله هيك، شكله بجنن، لونه كمان كثير حلو. شوفوا كيف موديله هيك وله زراير. اللي جبتهم اخر مرة اللي بيجوا البنطلون عريض بس هاي شوي شتوية يعني سميكة قطنية بس جاي شوي على الشتوي، يعني لونه شوفوا ما احلى الاحمر، لونه بجنن. شوفوا هذا البنطلون بيجي عريض، له جيوب ولا لا؟ ايه له جيوب من هون، لونه كثير حلو. انا هذا الاحمر كثير بحبه اللون. البنطلون بيجي عريض شايفين كثير حلو، وفوقه هي هيك من هون ومن هون كثير حلوة على فكرة. هي بتكون بدي ياقتها شوي كبيرة، والبنطلون بيجي انه عريض من تحت. كثير حبيتها على فكرة، ونوعية قماشتها بتجنن. شوفوا صايرة هيك محززة وكثير حلوة. شو كمان اخر قطعة ولا مو اخر؟ ايه اخر قطعة. هاد كمان حلو لونه برغندي عنابي. اوه هذا كتير صوف والله، هذا شتوي يعني شتوي. شوفوا هاي كيف هيك، بس انا ما شفته هيك موديله.
هو هذا الفستان فستان هيك حفر والقبة تبعه شوي عالية بس مو كتير مثل هداك، لا يعني عالية شوي، عرفتوا؟ بيجي ضيق على قد الجسم وفوقه هاي. بس انا اللي شفتها كانت من هون ياقتها اكبر والاكتاف شوي بيبينوا، اما هي حسيتها ما رح يبينوا الاكتاف، صايره هيك عريضه يعني غير الموديل اللي انا شفته. ما بعرف، حسيته مو نفس اللي انا شفته. شو جبت؟ هذا كتير حلو، حبيته بصراحه. هذا خلخال بس اللي بيجي كامل على الرجل، يعني مو بس اللي بيجي من فوق، لا بيجي من فوق وبعدين لتحت، عرفتوا كيف؟ وهذا في شي غريب كأنه ايه هيك، شوفوا كتير حلو. هاي منلفة عالساق من تحت هيك، وبعدين هذا بيجي لقدام وفي له خاتم، كتير حبيته. شوفوا ما احلى، بجنن. في منه لون الفضي وفي منه اللون الذهبي، في ما احلى، كتير حلو. قدموا لي يومي اجا اللحم والشحم. شو اجا؟ اجا لحم وشحم. دخل قلبكم. انا انت شو عم تعمل هون ماما؟ انا شو مثل كروكوديلو، عم تعمل مثل الكروكوديل؟ عم اسوي كات. انت عم تعمل كات؟ ادم قلب كات وليام قلب كروكوديل. حلو 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 كتير. خليني احزر شو رح اعمل هلا. اطلع طنجرة الضغط، احط اللحم، بجرب الاشياء اللي جبتها لانه اللحم بياخذ وقت. شو عم يصير معكم؟ تقريبا اللحمه شي نص على حطيت اللبن بالبراد، قلت لها ترى ما تحطي بالبراد مشان ما يبرد، خليه برا. جبنا كليين صح؟ هاي شايفين اللحمه مقطعه جاهزه، بس حسيتها يعني انه ما بعرف كيف ترالي، يعني حسيتها هي بدها كبه نيه مو للشاطريه صراحه يعني. يلا عادي بس لا كون جاب لي اللي لاقاه، هو لانه يمكن متاخر الوقت. بس هو بالعاده عصام بيجيب لي غير هي اللحم للشاكريه، استغربت انه جاب لي هي، ماله بالعاده. بس يلا عادي كمان هيدا اول شيء اغسلها، اعمل لها غسله، احط لها من هدول الكفوف كانه كبار. قالت لي هدول ميديوم، قلت لها لا مو ميديوم، يعني انا كفي صغران. بعدين تذكرت انه انا بلبسهم سمول مو ميديوم، تبعاتي سمول، تبعات بابا اللي بيلبسهم ميديوم. ميديوم بس ما عندنا سمول. ما عندنا سمول؟ يلا عادي، المهم انه كفوف نلبسهم لما نعمل شيء. هاي نغسل اللحمه غسله سريعه. كمان ميمي بصله وحده ثانيه. اي معلش. هاي نحط البصلتين فوق اللحم ونحط ورق غار، بس ورق غار ما نحط شيء ثاني. بسم الله. خلاص هيك ادم وليام عم يركضوا ويلفوا من الممر للمطبخ للصالون. عدوا شوي مشان ما توقعوا انت واخوك. نغيل قلبهم. شفتوا البيجامات الجديده اللي اشتريت لهم اياهم؟ كثير حلوين، اورانج وزيتي. شو قلبي انا هلا بدي اقل شيء 45 دقيقه لحتى تستوي اللحم. هلا هي فعليا انا حطيتها نص ساعه، بس بدها مثلا لبين ما تغلي
المي وتضغط، ولبين ما تطلع البخار. يعني بدها شيء، يعني والله العظيم كل شوي عم يجينا رسائل تحذيرية من الجو، انه لازم ما نطلع من البيت الا للضرورة القصوى. تخيلوا كل شوي بيجينا رسائل تحذير انه مشان الجو وهيك، فعم يقولوا لنا انه الافضل ما تطلعوا من البيت وخليكم قاعدين، يعني ما تطلعوا الا للضرورة. شوفوا الفستان حلو، بس مثل ما توقعت طلع ضيق علي، لانه القماش تبعه انه بالمره ما فيه، يعني مو طري، بالعكس ماسك، عرفتوا؟ سوى هيك موديله حلو بس ضيق. بدي اكبر، يعني شوفوا مضايقني بصراحه مع البوت. شوف هو حلو بس مثل ما قلت لكم يعني ضيق علي، بدي اكبر. ومضايقني يعني بصراحه، بالاخص الاكمام ومن فوق. من تحت عادي لانه هو فلو اصلا، بس بدي اكبر، يعني ضيق علي. خليني اجرب الثاني. قديش القبه عاليه، انا هي القبه بحسها بتخنقني، بس شو نحن فينا نعمل هيك. القبه العاليه عادي فيكم انه تخلوها يعني مسكره، بس هي شو هذا ما بيفتح يعني؟ بلا والله بيفتح هذا، معقول ما بيفتح؟ بلا هيك. بس حسيتها لما تسكرت بين احلى، والله بين احلى لما سكرته حسيته احلى. بس مشكلة خنقتني الياقة، يعني خنقتني، انا ما بقدر. المهم خليني افرجيكم كيف. حسيت نصحني كمان. شو رأيكم؟ حلو ولا عادي؟ هو حلو بس حسيت مع بوط بيطلع احلى. لما سكرته حسيته احلى. طب اعملها هيك؟ لا صراحة حسيتها، يعني انه حسيت هاي لما بتوجعنا رقبتنا وبنحط هاي تبع الرقبة، عرفتوها؟ اي عرفتوها. بس حسيت مو كتير يعني، لانه لما سكرت الياقة حسيته خنقني. ليش لما عم بطلع على المراية عم حسه احلى من لما عم شوفه على الموبايل. بس حالي هي الموبايل مدري عم يضخم على فكرة، ما بعرف ليه. فكرة هلا رجعت رحت على الموقع وشفت الفستان والقبة هي هيك موديلة، انه تكون على قد الرقبة، يعني مو انه نقلبها او شيء، لا هي هيك انه تسكر كل الرقبة وتوصل لعند الوش هيك يعني، عرفتوا؟ هي حلو بس انا مشكلتي انه هي القبة كتير بتضايقني. هلا لو مرفوعة شوي مثلا لهون اوكي، بس اللي كلها هيك مرفوعة وفي منهم بينقلبوا قلب ما بتحملهم. يعني حتى لما كنت مثلا بالاجواء الشتوية بالسويد ما كنت البسهم، كنت اتضايق منهم. بس هو كشكل عام شوفوا يعني حلو. شو رأيكم؟ بدأت القصة. هو لونه حلو وقماشته حلوة، بس المشكلة هي شو سويت هلا؟ حاولت اعدل باللوك. اول شيء رفعت شعراتي، لانه هاي الياقة لازم يكون الشعر مرفوع، بيعطي شكل احلى من لما انه بيكون الشعرات نازلين، عرفتوا؟ والشغلة الثانية حطيت حزام من عندي باللون البني، بس لو يكون لونه بني اغمق كان طلع احلى، بس انه عادي. المهم انه حزام باللون البني، وهاي الشنطة باللون البني، وكمان جزمة لكم. يعني انا حابة
فستان على فكرة، بس مضايقني شوي هاي الياقة، بس انه عادي اذا تعودنا عليها اوكي. وعلى فكرة عن جد عم بحكي معكم والله العظيم ما عم بمزح، لما عم شوف حالي على المراية احلى من لما عم شوف هون. يمكن لانه الكاميرا الامامية بتجسم او بتضخم، ما بعرف. المهم من هون يعني لما عم شوف حالي على المراية عم بحس احلى للامانة. خلص هيك حلو صح؟ هواية قماشته عجبتني. جربت هاي البيجامة، شوفوا قديش طلعت حلوة على اللبس، كتير حبيتها. عرفتوا يعني هي هاي موديلها انه هاي تكون على قد الجسم، بس البنطلون بيجي عريض. يعني هي هيك موديلها، كتير حبيت لونها ومريحة وحلوة بنفس الوقت. كتير عجبتني للأمانة، حبيتها وكيوت وبتدفي بنفس الوقت. حتى نوعية قماشتها كتير حلوة. شو رأيكم؟ حلوة صح؟ ما بعرف إذا في منها كذا لون، بس أنا شفت هي اللونة أحمر وعم توجعني عم طبل عليها، اسمها مثل الطبل، تقول عم طبل على طبل، اسمعوا. بسم الله عليك يا جماعة. نزلت بالوقت المناسب، بقيلة 16 ثانية وبتخلص. شوفوا ابدا 16 ثانية وبتخلص الطنجرة. نزلت بالوقت المناسب. هاي هون طلعنا الطنجرة مشان اسوي اللبن، احط له النشا وهيك. شوفوا هيم. احلى شيء يا جماعة انه انا فتحت الخزانة بدي اسوي اللبن، طلعت علبة النشا لقيت ما في غير شوي صغيرة، وهي مستحيل تكفي اللبنات. او شو بيقول لي أليكس؟ ما حد عامل شاكرية. والمشكلة هلا الدليفري ما في، هلا دليفري مو الجو هيك انه صاير امطار وهيك، فالدليفري واقف. شو اعمل هلا؟ اعملها بدون نشا؟ مشكلة ما بتزبط بدون نشا أليكس، والله يا أليكس. كيلو لبن بده معلقتين. أليكس اعمل لك شيء ثاني غير الشاكرية باللحم، شو رأيك؟ حصرا بدك جاي؟ ميري طيبة. لك هي مو بس طيبة، هي نفس الطعم، بس انه بتصير سايطة بدون نشا، ويمكن يفقس اللبن. هو المشكلة ما بيفهم شو يعني سايطة، ما بيفهم الولد شو يعني نشا. شو اعمل هلا؟ عادي احط لها بيضة امشي حالي؟ اعمل له بس كيلو لأليكس البطل. كل علبة نشا طلعت مو نشا. هي فرحت فكرت النشا طلعت مو نشا. هاي شوفان ابيض ما فرت، دورت يعني نكت الخزانة نكت وما كنت لاقي. هذا زعتر، هذا الفول، يعني ما في والله يا حبي، ما في. ما بعرف شو بدي اسوي يا عمري. هو جا على بالي، حتى دورت جوا محل بحط الحبشتكلات كمان معلبات، بس كمان ما في. يعني هو ما في داعي ادور، لانه انا هون بحط الاشياء مثل فانيلا واشياء الحلويات، وهون بحط بس البندورة وهيك. ما في. فوق كله معلبات. يا ترى هون في نشا؟ ما في نشا هون. في عندكم هون شي نشا شايفين؟ ما في، هون كله بطل ملوخية، ما في. قررت اني اسويها بدون نشا، معلش كرمال أليكس بس شو رح اعمل؟ رح اخفق اللبن بالخلاط واضيف عليه بيضة، وهي النشا اللي عندي وبعدين اغليه على النار. عادي بجرب بدون نشا، بجوز تصير. هلا هي بالنشا بقول له انت مالك جايب لحم مثل كل مرة؟ بتحجج. لا بس عن جد ما عم بمزح، اللحم اللي جايب لنا اياه عصام اليوم غير اللحم اللي بيجيب لنا اياه بالعاده. لما بيكون اللحم تلاقوه بيجيبه كبير وبالعظم، فبيجوا قطع كبار وبعظمهم بتحسوها، حتى هدول اللحمات اصغر، بس قلت لكم بجوز ما لاقوا. انا المهم قال لك حبيبي ياكل شاكريه، هو ما يعني أليكس ما رح يميز انه هاي الشاكريه مثلا قوامها منيح او لا، هو المهم الطعم. حيشوف انه لبن ولحم ومعه رز. دخيل قلبه هو أليكس بحب اكلات اللبن كثير، بالاخص الشاكريه. انا بيني وبينكم عادي يعني ما كثير بستخدم معه،
حبة بس انه مو كتير يعني. بحب الششبرك اكثر مثلا باللبن. شغلني التكييف ولا لا؟ خلص طفيت تحته اصلا. برجيكم اياها كيف صارت. شوفوا ما بهالشي يعني منيحة، شايفين يعني بدون نشا، ما بهالشي يعني. القوام تبعها هيك، بس مو مثل كل مرة أنا بسويها، لا صراحة. حطين الرز عادي، حطيه فوق الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نزليه بإيدك عادي. أحلى شيء لما بنحمر الرز مع الشعيرية. بسم الله. كترت له شوي مي لانه مالي نقعته كتير. اجيكم وين فات اللبن. فات اللبن لهون على قد ما فار اللبن وخفقته تعبى الخلاط كله، فجوا ينضف. شايفيني نضيف. الكولاجين اللي انا بستعمله فرجيتكم اياه بتذكر قبل مره، بس حارجع افرجيكم اياه. خلصت انا علبتين يا ربي، بس هذا هو جبته من امازون. هيك اسيد يعني فيكم تقولوا هذا 3 بواحد، عرفتوا؟ هذا هو بيجي بودرة، بيجي جواته فيه هي المعلقة. هي تقريبا باخذ كل يوم معلقة، بس ما بعبيها كثير يعني، بخلي هيك يعني 3/4. بحطها مع فنجان القهوة، بدوبها منيح بهي اللي بتخفق الكوفي، وبعدين بحط عليها المي السخنة. بس ما كثير المي سخنة يعني مغلية كثير، لا سخنة بس مو كثير مغلية، مشان الفيتامين سي ما يروح مفعوله، لانه الفيتامين سي اذا حطينا عليه كثير مي مغليه بيروح مفعوله. اما هذا الكولاجين اللي انا عم بستعمله عادي لو بالمي السخنه، لا عادي. في منهم انه لازم تشربوه مع المي او مع الشيء البارد، اما هذا انا جبته يعني عادي فيني اشربه مع المشروب الساخن، فلهيك حبيته صراحه. مكتوب عليه هون كولاجين 3 بواحد. رح اصور لكم اياها هلا الصوره بالكاميرا الخلفيه، لانه الاماميه بتقلب الصوره. بدي اكل، قلت لها اسكب لك شاكريه ورز، استوى الاكل. قام شو بتقلي؟ لا يعني ما رح ناكل فاميلي؟ نغيل قلبها، متعوده انه نحن كلنا نقعد مع بعض ناكل. يلا تعالوا ناكل الفاميلي يلا. مريتا ليش عم تمسكي له اخوك؟ خلص خليه ما تقصد. قام شو بتقلي؟ بدك تطبخيها هلا؟ قلت لها لك لا طابختها، بس بدي سخنه شوي لانه بردت. شوف الرز لساته سخن هلا، بس لبين ما اسكب الرز منيح، بس اسخنه شوي لانه بردت الشاكريه مستويه بسرعه. خليني هلا اسكب لكم رز مع بعض. شو عم بسوي؟ صاير له عادي بيجي يعمل لي ماما تقعد جنبي. اقعدوا جنبي، انتوا تقعدوا جنبي انت واخوك. روحوا غسلوا ايديكم، يلا غسلوا ايديكم. روح غسل ايديك. لك روح يا ربي، روح غسل ايديك بالصابون واقعد على الطاوله. يلا تعالي ماما يلا. ايه ماما عادي ايه تعالي ما ننفخ، تبرد لحالها. من حركة هي بتصير باردة. يلا روح غسل ايديك يا عمري مشان ناكل. يلا زين يا عمري زين. يلا روح. عم يعمل هيك صار له فترة انه مثل. اهلين بالمراميرو العسل. انا عم نادي عالسومي، قال قدومي عالسومي هيك يا شطور. يلا روح نادي بابا طيب.
ماما عم تقلي راح السويد؟ ايه عم تقول لي عصام راح السويد. اجيت من السويد اجيت. يلا تعال الاكل اليوم اللي انت حاببها. بس عصو بس رجاء رجاء لا تعلق على الشاعرية ليش ما علق؟ حبيبي دون نشا. والله أيوة. عادي المهم مشان اليكس هلا بس والله اللي يكون رز بشهي والله. شوي من مين تحت الايد عندك؟ يا سلام عليك على الرزات. ايه والله بتجنن. يعني بدون شو هاد؟ يعني بدون نشا شي خرافي. خفيف. بس طيبك حق علي انا. على اللحم اللي جايبه شو باللحم؟ مو مثل كل مرة بتجيب لنا اياه. لا مالي جايب لحم فيه دهن انا هالمره مشان اليكس. كله ناشف. مشان اليكس والله. ما استغربت. والله انا جايب مشان إيه، اليكس. معدة اليكس صح. هيك وما فيه دهن بالمره. صايرة حساسة. شايفين؟ يعني حتى المي مثل قلت حتى فوقها يعني. لا انا مشان اليكس جايب هذا اللحم ما فيه دهن بالمره. خفيف اكثر يعني. يعني نهائيا هبره. هبره فين كنت تستخدميها كنت للكبه يعني. تبهت. شو هو؟ ماجي. ما في داعي اطيب. يلا يا ابطال سكبينا للابطال. مين بده ياكل؟ مين؟ الدمي ليومي. على حط فكرة ايده على هي راسه. كلها. ايه هي كلها منين؟ يلا اليكس هات صحنا. اعطونا الكبجايه تبع الرز نسكب لهم للابطال. حبي حبي؟ انا عندي فكره. نجي بكره. هاي ايه شو تفضلي. نجي بكره. مو عم تقولي عندي فكره؟ شو؟ هاي اعطيني كثير بيحبها اليكس. معناتها اليكس حنسكب لاليكس اول. هو ليك عم تسكب لا ماما. انا الله عليك تحب اليبرة. ومين بيحب الملوخية؟ ماما بتحب الملوخية. ماما والله اشتهيت عن اللوخ. ماما روح قلب الملوخية. بلكي بكره. كبسة أنا هيك بس عرفت. انت صاير ما عم تاكل. أنا الرز واللحم والشحم. اشتهيت ايه شو أنا الرز واللحم والشحم. اوكي. كتريلا لبن ولحم. هذا اللحم بتقبلوه أكتر. عرفتي ما فيه دهن كتير. يلا اعطيني ليومي. لك مو أنت طابختيها أكيد بتجنن. لا هي نوش. نشا بنشا وبلا نشا كان نفس الشيء. طيبة. واحد شيء انا ما قلت لهم انه ما في نشا، اللي تقول لي حتى طحين، اللي تقول لي نور ما بدها درة طحنية. حلوة هيك درة طحنية. يلا مشي عم أي يعطوني شيء. حلول يعني. واحدة تقول لي نور ضيفيها لبنة، بلكي بيسمك شوي اللبنة. لبنة. لا ما بتزبط لبنة. ايه بعرف. حلال عليك عمل يوم ميكس يلا مثل اليكس. بس بالله عليك بدك تاكلي صحنك كله ها مرة. يلا كلي شو صحنة ها انتبهي صحنة والله. شو قدومي ليومي بلشوا. انا على فكرة بحب الرز لحال والشاكرين لحال بعد اذنك يعني. اعطينا صحن ميمي. اعطينا صحن. بعرفك انت بتحب تستدوي الرز. ايه انا بالرز بحب طعمه. ايه هاتي وجيبي لي اسكب لك شاي. لانه بس تحطي اللبن لك انا جايبه اللحم. تفضل. كفو نوش والله. يلا كبيلة لميمي. ايوه انا ما ببلش حتى النور تقعد على الصفر. هذا بابا عمل انت اشتريت. هي ماما عملت مو انا. انا اشتريت. انا عم تقول بابا اشتراهن هدول معناتها بابا عملهم. قال لها ايه طيب بابا اشتراهن بس انا اعمل. لحياتها كافو. اذا بابا ما عجب انا كيف رح اعمل؟ ندوق الرز. هيك لكن تلاحظ انه هاي دائما مصفى. رز كتير طيب. دائما مصفى. لاحظوا؟ ايه ملاحظ. بدافع عني هناك. اخي قلبه انا. اخي قلبهم انا الابطال. شو اليكس وقفت شبك يا عمري؟ شبعت؟ خلص اذا شبعت حاجه. اذا شبعت حاجه وقف. زين انا كنت جوعان بس شبعت دغري. فترة لما رجعنا من السفر مو مريض؟ انا بعرف ليش. ليه؟ انه هلا والله اكتشفناك يا حبي. اكل هوت دوغ فهيك اكلت هوت دوغ؟ اطلب رغي. اكل هو. انا شفت انا عم فكرة مو ياكل. اكل. طيب شفت عم ياكل موز يعني. عم ظبط اموره هو قبل الاكل. احنا عم نقول يا عمري. عم ياكل بالسر. نحن ما لنا منتبهين. اقسم بالله يا جماعة كتير طيبة كتير طيبة يعني انه انت مفكرة انه بلا نشا ليك ما احلاها.
ما شاء الله والله خرافيه. شنو ميكس؟ بده ميكس البطل دخيل قلبه انا. صحة أنا كلها ميكس. فلفله. حتى نار دير بالك والله ما بعمل هيك. بسم الله. هي فلفلة الوحش جايبة انا. عضت عضه قويه. هي ما ولما مزح حكى معي والله. انه دغري طلعت عليه مثل الشردقه، فهمت كيف؟ هي كتير حارة هي. دير بالك.